السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادا نحضروا واحد الوصفه جدا سهله، حلوه من حلويات الزمن الجميل بالكونفيتير، الصراحه التي لا تقاوم، وكنبغيو نبقاو نحضروها ديما وما كنملوهاش. بالنسبه للمكونات جد سهله. قبل ما نمشيو لطريقه التحضير، كنتمنى اللي كيشاهدني اول مره يضغط على زر الاشتراك، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وباللايكات ديالكم كذلك. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غادا نحتاجوا ليها 500 غرام ديال الدقيق اولا نص كيلو، 400 غرام ديال الزبده، من الافضل تكون حيوانيه، 250 غرام ديال السكر كلاصي، وبالنسبه لستة صفار ديال البيض، وكذلك خماره. هنا نسيت ما درتش قشره الليمون، كذلك حتى هما كنديروا قشره الحامض. كنبداو اول حاجه بالزبده، هي الاولى. كندير قبيصه ديال الملحه وكنضيف عليهم سكر كلاصي، ومن الاحسن نغربلوه باش ما يبقاوش عندنا هذوك الحبيبات اللي كيبان لكم معايا. صافي هذوك الحبيبات كنقدر نكملهم غير بايدي، حتى هما كنضيفهم باش يبقى عندي القياس كامل هو هذاك. صافي بغيتو تخدموها بايديكم لكم ذلك، انا درتها هنا بالباطور صراحه باش كتسهل عليا. ومن بعد ملي كتخلط ليا الزبده مع السكر كلاصي، كنضيف صفرة البيض. ملي كيتجانس ليا الخليط مزيان، من بعد كنضيف الخماره والدقيق، كنبقى نضيفو بشويه بشويه كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي وكيتمتزج ليا الخليط. كيف ما لاحظتوا معايا الباتور انايا ما مديراش في الفيتاس مجهد، وما جربتش الفيديو باش كتلاحظوا بان بحال كنخلط غير بايدي بشويه بشويه، باش ما تخسرش ليا العجينه ديالي. كنبقى بهذا الشكل هذا غير بشويه بشويه حتى كنكمل الكميه كامله، وكنحصلوا على واحد العجين كيف ما غادا تلاحظوا معايا بحال هذا الشكل هذا، مجموع ولكن في نفس الوقت ماشي قاصح. وكنبداو نخدمو في الوقت اللي حضرنا فيه العجينه، كنبداو نكوروها ونخدمو بها، ما نخليوهاش بزاف حيت غادا تخسر لينا. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا، يعني ملي كنجيو نحركوها ولا كنكوروها في يدينا كتكون كتجمع لينا، وفي نفس الوقت ما كتشقق ما والو، وما خصهاش يضربها البرد. كنحط انا هنا في هذا المول هنايا، وكنحاول باش يكون عندي هذاك القياس ويجيوني الحبات ديالي مقادين. كندير هاد المعالق هادي كتحافظ لي على القياس وعلى الحجم، كيجيوني مقادين قياس واحد. عندي هنا زلافه كندير فيها بياض البيض، وهنايا واحد المول درت فيه اللوز اولا كاوكاو اللي عندكم، كنحمرو شويه عاد نفند فيه الحلوه ديالتي. كنبقى بهذا القياس هذا وبهذا الشكل هذا كيف ما غادا تلاحظوا، باش كنحصلوا على داك الحجم مقاد وكيبان حتى في الشكل ديالو زوين الصراحه. بهذه الطريقه هذه ما كيبقاش عندك المشكل كتجيك حبه كبيره وحبه صغيره، كيجيو هنايا قياس واحد وشكل واحد. وكنبقى بنفس الطريقه كنحاول انني غير من الفوق اللي نقيس البيض ديال البيض، ومن التحت ما يكونش باش ما تعمرش ليا، ونبقى نتحكم في الحبه ديالتي. وملي كنحطها في اللاطه ضروري كندير واحد التقيبه من الوسط اللي غادي ندير فيها الكونفيتير. صراحه حليوه من الحلويات الساهلين جدا، ولكن في المذاق كتجي رائعه جدا ولذيذه بزاف. هنا انا درت اللوز للتذكير فقط، حمرته. لا خدمنا به ما محمرش كطيب الحلوه ديالتنا، وكيبقى اللوز شويه ولا الكاوكاو ما واخدش حقه في الطياب، وهي كطيب بالزربه ما كتاخدش الوقت. من الاحسن نحمروه القياس اللي بغينا حنايا، عاد كنفندو فيه الحلوه ديالتنا. وكيف ما كتلاحظوا هاد المعالقه صراحه كتسهل علينا بزاف، وكيجيو الشكل ديال الحلوه ديالنا غزال صراحه. كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل القياس كامل. وكيف ما لاحظتيو التحت ديال الحلوه ما كنخليش البيض يقيس، باش كنقدر نشدها بيدو ما تطيحليش ملي نكون كنفند فيها. صافي بهذه الطريقه كنبقى حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجين. وكيف ما قلت لكم ما نخليوش العجينه يعني نخلطوها ونخليوها، لا نخلطوها كنخدموها وندخلوها الطيب. ضروري نضغطو من الوسط بحال هكا نتقبوها، حيت عاود كتنفخ واحد شويه وما كتبقاش متقوبه كيف ما خدمناها المره الاولى. دابا بهذا الشكل هذا غادي ندخلوها الفران كطيب على درجه 180، ولكن ما كنخليوهاش تكمل في الطياب. كنخرجوها من الفران وكنعاودو نتقبو هذيك الوسط البلاصه اللي غادي نديرو فيها الكونفيتير، ضروري كنعاودوها باش كتبقى ليا ديك الحفيره. ومن بعد كنرجعها للفران تكمل الطياب ديالها.
ومن بعد ملي كنخرجوها كتكون على هذا الشكل هذا. كنخليوها حتى كتبرد وكنحيدوها. ما كتاخدش اللون بزاف، كتكون شويه كنعرفوها طابت صافي. فوق كتكون شويه بيضاء، ولكن مع اللوز ولا الكاوكاو كيكون محمر كيعطي هذاك اللون ديالها. بالنسبه للكونفيتور ديالنا، انا درت هنا قرعه صغيره معاه 100 غرام ديال السكر. كنخلطوهم بجوج مزيان، كنحطوهم يغلاو القياس اللي غادي يذوب لينا فيه السكر، وكنحطوها في الجنب تبرد شويه. عاد كنبداو نعمروا الحلوه ديالنا. للذكر فقط، كل ما كانت نوعيه جيده ديال الكونفيتير اللي كنخدموا به كتكون الحلوه ديالنا صراحه كتكون لذيذه. من الاحسن يكون كونفيتير نوعيه جيده. صافي بهذا الشكل هذا كيف ما ذكرت لكم من قبل كنغليوه شويه كيكون بهذا الشكل هذا. كيف ما لاحظتوا معايا نخليه غير يدفى واحد شويه ونرجع نخدم به. كنستعمل معلقه صغيره كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنبدا نعمر في الحلوه ديالتي بشويه بشويه. نحاولوا ما نخويوش كميه كبيره وحنا كنعمروا في الحلوه ديالتنا. حسينا خاصنا مازال كنعاودوا نزيدوا غير بشويه بشويه باش يبقى عندنا هذاك المنظر بهذا الشكل زوين صراحه، وما تخسرش لينا من الجناب، وكتبان لكم الكونفيتير دايع ولا شي حاجه. كتبقى القياس اللي خصنا نحطو كنحطو بهذا الشكل هذا، وناخدو راحتنا وغير بشويه بشويه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وما نساوش ملي كنكملوا الحلوه ديالتنا ما كنعاودوش نجمعوها، كنخليوها حتى هذاك الكونفيتير من الفوق كيدير واحد ماشي قشره وانما كينشف. عاد كنجمعوها وكنديروها في البواطات ديال التخزين. صافي كنبقى بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. الصراحه المذاق كيجي ولا اروع، وكتجي كتذوب في الفم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. صراحه كتجي رائعه، جربوها وان شاء الله اكيد انها غتعجبكم لا في المذاق ولا في الشكل كذلك. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وباللايكات ديالكم كذلك، وما تنساوش تشاركوا هذه الوصفه ولا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ان شاء الله. وانتظروني في فيديوهات قادمه وصفات جديده كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.